بيع المنشطات الرياضية بالأندية الرياضية من دون حسيب أو رقيب بتؤدي لسكتات دماغية ولنوبات قلبية وغيرها. نائب الصيادلة جو سلوب دعا الجهات الأمنية والأجهزة القضائية المختصة للتصدي لهيدي الظاهرة. شو كان حديثه للأفضل نيوز؟ أول شيء موضوع المنشطات الرياضية هو سم عم بيتناولوه شبيبتنا، وهذا إلى جانب اليوم المفاعيل السلبية على صحتهم، إلى جانب اليوم الأخطار المحدقة بصحتهم والحالات اللي نحن عم نلمسها من كسور في الكلى اللي بيؤدي إلى غسيل الكلى، إلى تليف الكبد، إلى السكتات الدماغية والقلبية. اليوم هنالك حالة من الإدمان، أصبحوا شبيبتنا مدمنين، أصبحوا شبيبتنا اليوم عم يعيشوا حالة من العنف عن التصرفات هي الخارجة عن طبيعتهم، الخارجة عن المألوف، وهذا شيء عم نشوفه اليوم بين الشباب بين بعضهم وبالمجتمع. فبالتالي اليوم موضوع المنشطات الرياضية المستشرية في الأندية الرياضية، في الملاهي الليلية، في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تشكل خطورة على حياة المرضى، حياة الشبيبة، حياة المواطنين. من هون نحن أطلقنا نداء وعم نتواصل مع عدة جهات قضائية وأمنية واللجنة النيابية المختصة وكذلك الوزارات المعنية لوضع حد لهذه الآفة. وكذلك اليوم طلبنا وعممنا على الصيدليات من الامتناع عن صرف أي منشط رياضي، لأنه هذا الشيء بيشكل خطورة على حياة الشباب. شو الإجراء القضائي اللي اليوم الإجراءات القضائية هي عند الجهات القضائية وعند الجهات الأمنية. اليوم لازم تتوقف هذه العملية في كل الأندية، في كل الأندية، في كل الملاهي، في كل مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا أول شيء هيدي منتجات غير مسجلة، غير مشروعة، غير قانونية. اليوم شكل إبر بهيدي الأمكنة كمان اليوم عم بتؤدي إلى حالات من الإدمان، إلى اليوم خسارة حياة شبيبتنا للأسف. فبالتالي لازم يكون المعالجة سريعة ولا تحمل التأخر.